ازاي اعرف ان الشخص ده شخص مؤتمن؟ عجبني السؤال ده في الاسك اتسالته، حبيت ارد عليه بالفيديو ده واقول لك ان الشخص، امتى تعرفي ان الشخص ده شخص مؤتمن؟ لما تقعي وتلاقيه هو اول ايد ممدوده لك، لما تغلطي وتلاقيه بيحاول يقاومك. يعني تخيلي كده مثلا ان احنا بنعرف منين البني ادم المؤتمن والغير مؤتمن، ان متصنع الود تفضحه الخصومه. بلاقي مثلا في خلاف بيحصل، وارد بيحصل من اي اتنين خلافات، في حد بتلاقيه جلاد سنن سكنته بالظبط عليكي، واللي هو لا هو ده اللي عندي وانتي وحشه وانتي فيكي وانتي فيكي وانتي فيكي. اعرفي ان الحد ده من جواه ما كانش صافي ناحيتك، من جواه دايما كان بيتصيد لك الاخطاء، من جواه كان عارف ان هو اقل بكتير من ان انت تديله المساحه دي في حياتك. تعرفي ان الحد ده مؤتمن لما يبقى خايف عليكي من نفسه، مش من شكله قصاد الناس. الراجل اللي بجد عارف ان حتى لو البنت اللي معاه دي شخصيتها قويه، بس معاه بتبقى بني ادم ضعيف، بني ادم هي اختارت الحد ده مخصوص عشان يبقى هو الركن الامن في حياتها. احنا بنرتبط ليه؟ عشان احنا عايزين ناس في حياتنا يهونوها علينا، ما يصعبوهاش. الدنيا فيها من المصاعب ما يكفي، تقيل على قلبنا. نروح شغلنا واحنا متضايقين، بنكمل في روتين حياتنا اليومي واحنا مش مبسوطين، نعمل حاجات كتير اكيد وهي مفروضه علينا، ما عندناش رفاهيه الاختيار. فلما نبقى عايزين نكمل مع حد، هنبقى عايزين حد يكمل معانا ما يكملش علينا. عايزين ناس طيبه واضحه صريحه. تعرفي منين انه حد مؤتمن؟ اما الدنيا كلها تقفلها في وشك والحد ده يقول لك انا جنبك، احنا بخير واحنا سوا. بتحصل عادي، اي مشكله تحصل في الدنيا طالما احنا جنب بعض هنبقى سبورت، هبقى داعم ليكي. تحسي احساس الدعم مش بالكلام، تحسي ان حد بيقول لك انا جنبك افعال. تبقي عارفه ان في غيابك انا في حد بيرد مكاني. عارفه يعني ايه تبقي حاسه ان انت مطمنه ان في حد في حياتك يستاهل تديله ذكرياتك واحلامك، تحكي له كل مشاكلك، تبقي مطمنه ان في يوم من الايام مش هيغدر بيكي، مش هتسمعي كلمه في ظهرك توجعك. في وقت الزعل هو قصدك مقياس او قصدك ترمومتر اللي تقيسي بيه قوه العلاقه. استناكم في الاسك الجاي. سيرين العمري.